العجمان للتربية والتعليم الخاص بمدينة العيون في إطار الشراكة الموقعة مع جمعية العيون سيتي للشطرنج. ارتئينا أن ننظم هذه البطولة الدولية الخاصة بلعبة الشطرنج، والتي نظمت تكريما لأحد الأساتذة الفضلاء المنتمين للأقاليم الجنوبية، الأستاذ هربال الشيخ. هذا الأستاذ الفاضل الذي أعطى الكثير والكثير في ميدان التربية والتعليم خاصة في مادة الرياضيات في أواخر التسعينيات وبداية الألفينيات. هذا الأستاذ الذي أعطى الكثير والكثير ارتئينا أن نكرمه في هذا الشهر المبارك من خلال تنظيم هذه الدورة الدولية التي تعرف مشاركة مجموعة من المتسابقين والذين ينتمون لبعض الدول المشاركة معنا. فهذه الدورة نتمنى أن تمر في أجواء رياضية وأجواء أخلاقية وأجواء تربوية ناجحة، ودائما هذه الدورة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج. فنهنئ نادي العيون سيتي للشطرنج على التنظيم المتميز والمحكم، ونهنئ المشاركين على المشاركة المتميزة والمحكمة في هذه الدورة. الاسم بدناني عن إذن هذه حقيقة فرصة أعتبرها تاريخية، لأنها من خلالها تمكن الحمد لله نادي سيتي للشطرنج تمكن الحمد لله عن لعبة الشطرنج ينقلها الجو عالمي، الحمد لله على المرخص من طرف الجامعة الدولية لهذا النوع من الرياضات. والحقيقة لابد أن نشكر القيمين على هذه النوع من المبادرات، وعلى رأسهم بدنان إبراهيم، لأنه حقيقة هو اللي خلى هذه اللعبة تعد معروفة ما فقط على مستوى الأقاليم الجنوبية، لكن خاصة على مستوى مدينة العيون. الحمد لله هذه اللعبة عادت معروفة وهي لها يصل الظروف، وإحنا كنتمنى التوفيق والنجاح لجميع أنواع الرياضات كاملة خاصة هذه رياضة الشطرنج. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي أحمد البويهي، مهندس دولة جامعة العيون ورئيس جامعة الزمور. أولا نبغي نشكر السيد إبراهيم والنايم على هذه المبادرة والفريق اللي شارك معه في تهيئة الظروف باش إنجاح هذا الدوري الرابع للشطرنج سيتي اليوم. وهو يعني واحد الدوري اللي بدا بفكرة بسيطة وانتقل إلى العالمية. هذا شيء يشجع، شيء يعني نعتبره مفخرة وقيمة مضافة، وهو مرتبط بذكرى أستاذ عظيم، أستاذ خرجت على يد أجيال وممثلين خبراء، ولا غرابة إذا قارنا بين الشطرنج علاقته مع الرياضيات، فهما فيهم واحد الميزة مشتركة، يعني الذكاء وكونسنتراسيون ويعني استخدام تخدم قبل العاطفة، وهذا شيء مهم في لعبة الشطرنج، ونتمنى لهم النجاح. شكرا.